على الموضوع مشاهدينا نستمع لبيب جوارديولا. أيضا نتيجة بواقع 3-3 تعادل بطعم الخسارة. صحيح، ما كان الشيء السيء في الأداء. لعبنا مباراة جيدة، سجلنا 3 أهداف، وبعد ذلك شاهدنا فترة عدم ثبات وقبلنا 3 أهداف. بعد مباراة نادي توتنهام يبدو أنك تحدثت مع اللاعبين. صحيح، ما الذي تقوله للاعبين؟ اللاعبون على وعي بالمسؤولية المنوطة بعودتهم. كنا متقدمين بواقع 3-0، وفي السابق حينما كنا نتقدم بواقع 3-0 نكون دائما ثابتين. نحن فريق ثابت، ولم تكن هكذا أمور تحدث في السابق، ولكن أصبح هذا شيء معهود. هل هي مسألة ثقة في النفس في الشهر الأخير؟ هل هناك دخلتم في مرحلة الشك في النفس؟ طبعا نحن نتقبل الكثير من الأهداف. الإحصائيات تبين أن هناك مشكلة في الفريق، ولكن في الوقت الراهن نحن نتقبل الكثير من الأهداف ونشهد مرحلة سقوط. هل بالإمكان أن نقول هذه من أحسن المباريات خلال الشهر الأخير؟ يمكن القول كذلك. هذه الجروح على وجه جوارديولا وعلى جبهة جوارديولا بسبب التوتر، هو يخمش نفسه بسبب التوتر على كل وضعية لربما لم يعتد عليها بيب جوارديولا، أقله مع السيتي بالسنوات الأخيرة. هذه النتيجة ليست تعادل بطعم الخسارة، بل هي تعادل بطعم المرارة، والواضحة جدا على ملامح جوارديولا. ما يمر به سيتي وجوارديولا تحديدا نعم هو غريب على الفريق، لكن أيضا غريب على الجماهير. لم نتعود على السيتي أو جوارديولا عندما يكون متقدما وممسكا بزمام المباراة أن ينهار بهذا الشكل. أخطاء كارثية مثل ما تفضل الكابتن سامي. حارس المرمى هدفين، الثاني والثالث، يتحمل المسؤولية كاملة أدت إلى أن يخسر هذه النقاط التي كانت في يده أمام فريق ربما يعني يجب أن يصنف تقييما مع السيتي هو أقل منه بكثير. اليوم هو يتعادل، خسر أمام توتنهام بالأربعة، وسيواجه المنافس له على يعني الذي يسبقه ب8 نقاط في البطولة المحلية الأسبوع القادم. أنا عندي تعليق على تصريحه. هو بدأ تصريحه بيقول إحنا لعبنا مباراة جيدة. لا، الحقيقة أنا مش شايف إن هو لعب مباراة جيدة. عندي كذا سبب. الشوط الأول ممكن. لا حتى الشوط الأول اتأخر الهدف الأول لحد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. أنت عارف ال3 أهداف بتوع السيتي بعد الدقيقة 35 أحرزهم في 10 دقائق، نهاية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، دي الفترة الوحيدة. إنما قبل إحراز الأهداف لا، فاينورد أهدر فرص، كان من الممكن هو اللي يتقدم كمان. السيتي ما كانش يجد الحلول. لما